السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا في كل مكان عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهارده كتاكيت اولى اعدادي معانا درس الفاعل ونائب الايه؟ الفاعل، درس مهم جدا جاي لك في شهر مارس. جاهز يا بطل؟ توكلنا على الله، ركز معايا. بص يا شباب، دلوقتي احنا عايزين بقى نستعرض مع بعض الدرس كده ونفكر الدنيا ماشية ازاي. اولا نائب الفاعل، ايه قصة نائب الفاعل يا بطل؟ قال لك نائب الفاعل يأتي بعد فعل مبني للمجهول. يعني حضرتك لو لقيت فعل مبني للمجهول هيجي بعديه يا بطل نائب ايه؟ فاعل. زي ايه يا مستر مؤمن؟ لما اجي اقول لك فهم الدرس، ما هو فهم ده قال لك مبني للمجهول، يبقى وانت مغمض عينك اللي جاي بعديه بقى يا شباب قال لك نائب فاعل مرفوع بالضمه. نائب فاعل ماله؟ مرفوع بالضمه. سمع الكلام، ما هو سمع برضه مبني للمجهول، يبقى الكلام نائب فاعل مرفوع بالضمه. ضرب الولد، برضه ضرب مبني للمجهول، يبقى الولد نائب فاعل مرفوع بالضمه. لو يا شباب جه قال لك هو نوع نائب الفاعل في الجمل دي ايه؟ طالما نائب الفاعل سيادتك شايفه قدام عينك بالشكل اللي انا كاتبه لك ده على السبوره، اعرف على طول ان نوعه اسم ظاهر. اسم ايه يا شباب؟ ظاهر. طب هل نائب الفاعل ليه انواع تانية؟ قال لك يلا بينا. تاني نوع من نائب الفاعل الضمير المتصل. قال لك اصل فهم او سرق مبني للمجهول، يبقى ساعتها التاء دي المفروض تبقى ايه؟ قال لك بالظبط كده زي ما انت ما قلت، طالما مبني للمجهول يبقى التاء دي ايه؟ نائب فاعل. طب اعربها ايه؟ هعربها نفس الكلام اهو، ضمير متصل مبني في محل رفع نائب فاعل. ولو سألني نوع نائب الفاعل ايه؟ هجري واقول له نوع ضمير ايه؟ متصل. النوع الثالث الضمير المستتر. زي ايه؟ قال لك فهم. هو ايه اللي فهم؟ طب ما ده مبني للمجهول، امال فين نائب الفاعل؟ قال لك ما هو هنا بقى ضمير ايه؟ مستتر. اوعى تقع وتقول لي الدرس اسم في بدايه الجمله يتعرب ايه يا شباب؟ مبتدا. الطالب ضرب، طب ما ضرب مبني للمجهول، امال فين نائب الفاعل؟ مش موجود، يبقى ضمير ايه؟ مستتر. يبقى اذا نائب الفاعل يا شباب بخلاصه الكلام ياتي بعد الفعل المبني للمجهول. الله ينور عليك، يعني الفعل مبني للمجهول جاي بعديه نائب ايه؟ فاعل على طول. طب قال لك ليه اشكال؟ 3: اسم ظاهر، ضمير متصل، وضمير مستتر. طب تعالوا نبص مع بعض كده يا شباب. خلي بالك ان حسن، بص بقى الحته دي، ان ايه؟ حسن الخلق امر هام. كتير من الطلبه اول ما تلاقي ان الكلمه اولها ضم بتفتكر ان هي مبنيه للمجهول. ركز يا ولد، ان حسن الخلق هنا يا جماعه، حسن دي اسم مش فعل اصلا. خلي بالك ان حسن الخلق، بيقول لك اعرب الخلق. واحد يقول لي على طول يا مستر مؤمن ده مبني للمجهول يبقى ده نائب فاعل. حمار. ليه؟ عشان ده اسم يا ولا، اصلا مش فعل يا ولا. يبقى كلمه الخلق ده اسم وده اسم. حسن الخلق نكره ومعرفه، حسن بتاع الخلق يبقى ده مضاف اليه يا ولا. خلي بالك ما ده مش فعل يا ولا زي ما قلت لك. الملحوظة الثانية، يوجد ويولد ويوصف ويوعد، كل دي أفعال على طول مبنية للمجهول، وانت مغمض عينك شفتهم مبني للمجهول. يبقى ساعتها طالما ده مبني للمجهول يا بطل اعرف على طول ان كلمة العلماء دي تعرب ايه يا شباب؟
نائب فاعل. كررتها لك مرتين اهو، مرفوع بالضم. تمام، نائب فاعل ماله يا جماعه؟ مرفوع بايه؟ بالضم. اتفقنا؟ طيب خلي بالك، يعتبر ويعد مالهم دول؟ قال لك دي افعال مبنيه للمجهول دائما. حلو، بس مالهم؟ بينصبوا مفعولين. نفس الفكره بتاع اعطيه اللي انا شرحتها لك في الدرس اللي فات. فانت هتعمل ايه؟ ده مبني للمجهول، ماشي، بس في نفس الوقت بينصب مفعولين. طب انت هتعمل ايه يا مستر مؤمن؟ مش ده مبني للمجهول؟ القاعده بتقول اللي بعديه نائب ايه؟ فاعل، اللي هي محوله عن المفعول به الاول. وسيله، يبقى دي المفعول به الكام؟ الثاني. اتفقنا يا شباب؟ يبقى دي الملحوظه رقم 4 في الدرس. اشوفكم على خير. شرحنا لكم الدرس بطريقه بسيطه وسريعه، لمنك الدنيا كده فيها. يا رب تكونوا فهمتوا وتكون كل الدنيا تمام معاكم. اشوفكم على خير. استاذ مؤمن الجين.